الكلمه السيد نظيفي اش تقول على هاد الحاله اللي وصلتوا اللي وصلوا هاد صحاب ارباب النقل على الصعيد المحلي؟ هاد الحاله اللي وصل هاد الشيء لهاد الحاله اللي هو فيه هو ناصري رئيس مجلس اقليمي بوحدو. لان علاش؟ حقاش قبل فاش يلاه جا المشروع مازال المشروع ما تبرمجش. درنا اللقاء مع السيد العامل السابق ويعني اتفقنا على اشنو غيخص في كاف نسور، اشنو غيخص في قلموس، في هاد النقاط كاع اللي خدا الطوبيس اتفقنا عليهم بان العدد ديال الرحلات اللي غتكون باش ما يضروش الفئات الاخرى، لان 32 رخصه ديال النقل المزدوج نزلت في 2010 ديال المجازين. يعني هاد المجازين 32 مجاز دابا راه دمرت حياتهم، زائد العدد ديال الطاكسيات اللي كاينه في الاقليم، زائد الناس اللي كيتصرفوا معاهم دوك الطاكسيات اللي كيجيو من الاقاليم اخرى المجاوره. هادشي كله السيد خدا المشروع وخدم به ما سلكوش، بقى كيضغط عليهم وكيطلب منهم. من بعد في اكتوبر 2013 دار اللقاء على الصعيد العمله ديال المجلس الاقليمي. هذا اللقاء ديال المجلس الاقليمي فاش طرح عليهم الناصري بان مول الطوبيس راه خاسر وكذا وكذا، ناضوا ليه كاملين اعضاء المجلس الاقليمي، عارضوه كاملين باستثناء الرئيس بوحدو. عارضوه قالوا ليه هذا السيد الا كيهددنا يهز القصيده ديالو ويمشي في حالته. قال لهم الناصري غادي نديروا لجنه. داروا لجنه فيها 9 ديال الناس، 3 من الطوبيس و3 من العماله و3 من المجلس الاقليمي. يعني الفئات الاخرى قساهم السي الناصري. بقات الامور كتروج في الاخر في البدايه ديال 2015 هو عطاه داك الشيء اللي كاين في الاقليم كله عطاه للطوبيس. اليوم كنقول انا للشباب ديال خنيفره ما تحلموش ديروا المقاوله، لان الدستور تيهضر على تكافؤ الفرص وتيهضر. الدستور ديالنا ماشي هذا الشعب ديال خنيفره علاش كيتكلم على شي شعب كاين في شي جهه اخرى. المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي دار سيدنا ما داروش على خنيفره، مديور على شي شعب شي مغرب اخر كاين في شي قنت ما معروفاش. انا اللي كنقول للشباب ديال خنيفره الا بغيتي دير مقاوله غادي دير مقاوله شي حاجه ديال التحليقه ديال العيالات، شي حاجه بسيطه هي اللي غادي دير. عندك تكون غلط وعندك تقول كاين حق في هذه البلاد، وعندك تقول هذه البلاد بان غادي دير مشروع في لي طرافو ولا في شي مشروع كبير وغادي تنجح. راه ما غاديش تنجح، وراه ماشي انت هو المغربي الحقيقي، لا. خنيفره فيها الناس شكون المغربي الحقيقي؟ مثل الجماني، مثل الناس اللي كتكون الناس كتدافع عليهم. والسلام عليكم. وقول اش تكون انت على هذا الحوار اللي طرا بين السيد العامل والامناء والنقابيين والفيدراليين اللي جاوا على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني؟ هذاك اللقاء نبهوا السيد العامل ونبهوا رئيس مجلس اقليمي على الوضع اللي غيوصلوا ليه البلاد، وراه وصلات الكثر وغادي توصل الكثر. داك الشيء كله ما خدامش. السيد عطاوه الصفقه ولاو تيرغبوه باش يتنازل على شي شويه من الصفقه، داك الشيء ما خدامش. هاد الفئه راه تقسات، وراه كما كنقول لك انا راه تقسات هاد الفئه، ما بقى عندها لا حق ولا تنوض ولا تجلس ولا دير اللي بغات، ما بقى عندها حق في هاد البلاد. هاد البلاد راه ديال مواليها، هاد الناس اللي ساكنين فيها غير تيضيعوا وقتهم. والاخوان اللي خرجوا من العماله الضياف وعدهم السيد العامل باش غادي يديروا معكم شي حل. مع من غيدير الحل؟ غادي يدير الحل مع واحد راه كاين في السماء. يعني ما كاينش الحل، ما عنده حتى حل، حتى هو غير يطلب علينا، لان راه كلشي تورط وكلشي بان، راه حتى هو غير تيطلب اش غادي يدير. وهذا المشكل ديالكم نتوما واش تعرض دابا على الصعيد الوطني؟ تعرض على الصعيد الوطني. الصعيد الوطني تيقول لك خصو يتحل محلي. يعني ما كاينش الحل، ما عندوش الحل. وشنو هو المصير ديال هاد المهنيين؟ هاد المهنيين غيمشيو، قلت لك يمشيو يديروا البوش زنقتوه. راه خنيفره راه الموت الكحله، راه ما يبقاش يحلم. غادي يمشي يلعب ضامه حتى العشيه حتى يجريو عليه ولاد ومرته، عاد يتفرق مع ديك الطاكسي. شكرا.